السلام عليكم، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ اموركم تمام؟ احوالكم طيبه؟ كلشي على ما يرام. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. في الحقيقه كلنا التومه كتعذبنا اكيد، هذه مفروغ منها، حاجه مفروغ منها. ولكن اليوم جبت لكم ثلاث طرق ديال التوم بودره ومعجون التوم وعاد التوم المشوي. واول حاجه اللي كنعكزوا فيها بزاف اللي هي التومه. اليوم غادي نشارك معكم طريقه كيفاش تحافظوا على التومه لمده اطول. ندوزو نشوفوا الوصفه. بالنسبه للمقادير، المقادير جد بسيطه، يعني كنحتاجوا الثومه. انا خديت هنا تقريبا شي 3 كيلو ديال الثومه. من بعد هنا راه غسلتها وخليتها تنشف، ضروري غسلوها المره الاولى وابقى تنشف. صافي هنا كنقشر الثومه، حيت البنات حطيتها لكم في الانستغرام قلت يا سهام راه ما فهمناش، كاين شي سميتو مراحل كيكونوا مسرعين، انا غنحاول نعطيهم لكم بالديتاي. فوالا من بعد ما كنقشروا الثومه ديالنا كناخذوا هاد الثوم هذا اللي غادي نديروه ثوم بودره، ما كنضيفوا ليه لا زيت لا والو، مباشره في الفرن. هذه هي النقطه الاولى. بالنسبه للطريقه ديال الشي ديال هاد الثوم هذا كنخليوه على نار مهيله، ما تجهدوش النار عليه باش ما يتحرقش لكم، ولا ديروه في الاير فراير. انا المهم درتو على 100 120 140 وكنخليوه تقريبا، هو كياخذ شويه الوقت ولكن غير خليوه. انا خديت تقريبا شي ساعه ونص حتى لساعتين، ولكن تاكدوا منه بلا انه نشف مزيان، يعني يكون نشف من الماء وما تبقاش فيه. حيت بقات فيه الماء ما غاديش يطحن، ما غاديش يخرج لنا الثوم بودره، ولا بقى فيه الماء غادي تغمر لنا الثومه. هذه اكيد. نتمنى نكون وضحت لكم الثوم بودره وفهمتوها. ندوزو دابا للثوم المعجون ديال الثوم المشوي. بالنسبه للثوم المشوي نعطيكم بعدا اشنو نقدروا نديروا به. كنقدروا نديروه في لي ساندويتش، نقدروا نديروه في لي صوص، نقدروا نديروه في لي بيتزا. فيه بزاف يعني بزاف الاستخدامات نقدروا نستعملوه، وان شاء الله غادي نشاركهم معكم اكيد. المهم كناخذوا الثومه ديالنا كنديروها في لاطا، كنديروا لها زيت الزيتون. هنا تقدروا ديروها اون بابيوت وتقدروا ديروها غير هكا. انا غطيتها ودخلتها للفران. هنا تقريبا خدات ليا، المهم الفران هنا واخا يكون الفران على نار يعني 180 درجه ماشي مشكل، غير المهم مره قلبوها، ولا كان بانت لكم بلا انها باقا شويه زيدوا لها الطياب حتى كنطيب معكم معجون ديال الثوم. بالنسبه للوصفه الثالثه ديال الثوم العادي، كناخذوا الثومه ديالنا، وهنا درت بول فيه الماء ساخن، ضروري الماء هنا يكون سخون. طيبوا الماء وحطوه يكون سخون، وكنحلوا الثومه بهذه الطريقه هذه وكنوضعوها في هذا. هنا ما تخليوهاش بزاف، على الاقل خليوها واحد 2 دقائق الا كثرتو. ملي كتخليوها اكثر من هكا كتشرب لكم الثومه وكتفسد، يعني كتشرب لكم داك الماء وكتفسد وغادي تغمال معكم. لذا 2 دقائق ما تفوتوهاش. صافي كنحيد ديك الثومه ديالنا كنصفيها، وهنا راه غاسله الثومه وغتشوفوا مازال اشنو فيها. هذوك القشور ديالها راه واخا تغسلوهم راه تيبقى، شوفوا هانتوما كيبان لكم شويه الماء موسخ يعني تيبقى فيها. صافي كنخليها هنا تصفى. هنا ماشي كنخليها تصفى وتتبات ليله كامله، نو غير تتصفى هكا وتنبدا نقيها. كنقي الثومه ديالنا هنا دغيا كتنقى لكم الثومه، نتوما غادي تشوفوا دغيا يعني بطريقه سهله باش كتنقى لكم. هنا من الاحسن بغيتو تنقيوها بطريقه عاديه نقيوها، ولكن هنا ضروري ديروا الليغات، حيت الليغات كينفعوا. هي كتعذب شويه بالليغات، ولكن ضروري ديروا الليغات من الاحسن باش تسهل عليكم وما سميتو حتى الثومه ما تبقاش لكم في يديكم يطو. مي باغ كونطخ راه كتبقى واخا هكاك، راه ضروري ما ديروا تحيدوا الليغات غادي تغسلوا. صافي كنقشروا الثومه ديالنا كيف ما كتشوفوا بالطريقه كتكون سهله باش تقشروها. هنا الثومه ديالنا ضروري تبات ليله كامله. ديروا منديل ولا ديروا نابكن ولا ديروا اللي سميتو، خليوها تنشف. قد ما نشف هاد الثومه قد ما مزيان، لا ما نشفاش لكم الثومه غادي تفسد وغادي تغمى لكم. فوالا الثومه ديالنا من بعد ما تشوات مباشره كنديروها. انا درتها هنا بقشوره، كاين اللي كيبغي يحيد القشور ولكن كنفضلها بقشورها كتكون الفائده اكثر. صافي كنطحنوها في اي آلة توفرت عندكم. كنطحنوها مزيان خصكم ضروري تطحنوها. كنقول لكم خص الثومه تنشف حتى تحصلوا على هذا الخليط اللي هو بودره ديال الثوم. انتم اللي غادي نهزوا شي الا ما طابتش معكم، لا ما تشواتش معكم، هي خصها تشوى. الا ما تشواتش معكم غادي تجيكم معجنه، لذا خصها تشوى وخصها تنشف مزيان. حاولوا طيبوها مزيان. بالنسبه للمعجون ديال الثوم، معجون ديال الثوم المشوي خصو يكون هكا. هذا هو سميتو. ملي تجيو تنقيو خصكم تلقاو فيها بحال هكا لانها راه تشوات. وحتى في التنقيه راه كتحيدوها بطريقه سهله، يعني ما كتعذبكمش. دغيا كتحيد. غير هما هاد القشور راه ما غاديش نضيعهم، ان شاء الله غادي نشاركهم معكم ان شاء الله في شي وصفه جايه. ما غاديش يضيعوا حتى هما، غنخدم بهم حتى حاجه ما تضيع لا للهدر. صافي التويمه ديالنا من بعد ما سميتو ما حيدناها كنحاولوا نشوفوها بالفوقشات، نشوفوها واش مزيانه. الا كانت باقا خاصها شويه دخلوها للفران، غطيوها ودخلوها للفران. صافي انا بانت لي مزيانه، طحنتها في المولينكس حتى كنحصل على هذا المعجون ديال الثوم كما كتشوفوا. بالنسبه للطريقه الثالثه، البنات ما تقولوش هي كنسرها، راه حيت كنحاول اني نفسر لكم زعما بشويه غير. المهم تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهموا. بالنسبه للطريقه الثالثه اللي هي ديال الثوم او معجون الثوم العادي، هنا كناخذوا الثومه ديالنا من بعد ما نشفات اكيد ليله كامله وتكون ناشفه من الماء. كنضيفوا لها كميه وفيره من الملحه، ولكن ملي غتبغيو طيبوا اكيد غتنقصوا الملحه. ضروري ان الثومه مع الملحه راه كتعطي واحد البنه اخرى. كنضيفوا لها واحد الكميه وفيره من الملحه
وكنضيفوا لها الكميه ديال الزيت. هنا تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت اللي غادي تطحن فيه، ماشي بزاف. زيت من الاحسن تكون زيت الزيتون عفوا. صافي كنطحنوا التويمه ديالنا حتى كنحصلوا على هذا المعجون. ممكن بغيتوا زعما نتوما تطحنوها اكثر وكثر تحصلوا على معجون اكثر. كنبغي شويه تبان ما مدقوقاش بزاف وما هذا، يعني كنبغي تبان شويه راه كاينه تويمه. صافي كنطحنها كنحصل على هذا المعجون هذا. وكنكونوا هنا موجدين قراعي معقمين، ضروري القراعات ما تعقموهم، ماشي تجيو تعمروا. فوالا كناخذوا القريعه تعقمناهم، من بعد سميتو كيكونوا ناشفين مزيان من الماء، ما فيهم حتى شي حاجه ديال الماء. وكنبداو نعمروا في القريعات ديالنا بهذه الطريقه هذه حتى كنعمروهم كاملين. هنا كناخذ الخل، كنمسحوا دوك الجوانب، حيت دوك الجوانب لو بقاو الفوق غادي يعاودوا عندنا، غادي يوليو تكتلات، وغادي تقدر فهمتي غتفسد لينا هذيك الطبقه الفوقانيه. لذا كنمسحوا مزيان 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 الجوانب، كتمسحوهم بالخل صافي بهذه الطريقه. وكنعاود نمسحهم بواحد النابك ناشف صافي حتى وكان ان ديك البلاصه ما كيبقى فيها حتى شي حاجه. ونفس الطريقه كندير لهاد المعجون ديال الثوم العادي ومعجون ديال الثوم المشوي. فوالا بنفس الطريقه صافي كنمسحهم مزيان وكنضيف عليهم الكميه ديال الزيت. هنا ضروري كميه ديال الزيت تكون وفيره اللي غتغطي لنا الطبقه، تقريبا 3 المعالق الكافيه غتغطي لكم الطبقه باش تحافظوا عليها. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ ديال هاد الثوم، انا من الاحسن كنقول لكم خذوا وحيده خدموها وواحده اخرى ديروها في الكونجيلاتور في المجمد، ولكن ماشي في قرعه الزاج، ديروها في البلاستيك ولا تقدروا ديروها في اون بواط دو بلاستيك. وانا من الاحسن كنقول ديروها في داك الزيبلوك، راه تحتفظوا بها وتبقى لكم مده طويله. واللي كتخدموا بها تخليوها على برا تتخدموا بها هكا تكملوها. صافي ملي كتكملوا هذيك كتجبدوا الاخرى ثاني ديروها في قريعه وديروها في الثلاجه، وها نتوما غتخدموا بها. انا هذه طريقتي في الاحتفاظ على الثومه، خصوصا كانت عندي الكميه ديال الثومه كثيره. وفعلا الثومه كنا كنعكزوا عليها باش نقيوها. يعني ما غتبغي طيبي طويجن غتهزي معلقه صافي 1 2 3 انت طيبتي. بالنسبه الثوم هذا المشوي حتى هو نفس الطريقه، كنضيف له كميه وفيره ديال الزيت. انا ما كنخشيش في الكونجيلاتور حيت عندي كميه قليله، ما عنديش كميه كثيره. ما تقوليش كنزرب البنات، كنبغي نعطيكم المفيد وصافي. فوالا وكنوضعوها نسدو على القرعه. وبالنسبه للثوم بودره ما كنديروا له حتى شي حاجه، حيت ديجا هو الثوم ناشف، كتحطوه في قريعه وكتخليوه على برا كتستخدموه عفوا. فوالا هادو كانوا 3 الوصفات ديال الثوم اللي غادي نقول لكم معتمدين عندي. يا ريت تجربوا هاد الوصفات وترجعوا لي في التعاليق ديالكم، قولوا لي واش نتوما كديروا نفس الطريقه ولا عندكم طريقه اخرى، علاش لا كنستافدوا من بعضنا. فوالا ولهنا الفيديو ديالنا تيتسالى. تنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وإلا عجبكم علاش لا ما تبارطاجيوش مع احبابكم وصحابكم. ولا كنتي اول مره كتزور القناه ما تنساش تفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. دمتم في رعايه الله، للملتقى ان شاء الله.